اعتمرت على نفسي ثم اعتمرت على والدي رحمه الله. ولما أردت الاعتمار على أمي وأخي رحمهما الله تعالى، أخبرني أحد المشايخ هنا عندنا في المغرب بأن تكرار العمرة في السنة الواحدة حرام لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهل هذا صحيح؟ أولا يا أختي سلمي لي على أحباب قلبي، سلمي لي على أحباب قلبي من رجال ونساء وأطفال وشيوخ المغرب الشقيق. سلمي لي على مولاي إدريس رضي الله عنه وأرضاه أبو الأشراف في شمال إفريقيا. سلمي لي على العائلة الغمرية رجال أهل الحديث وفي شمال إفريقيا. سلمي لي على الرباط، سلمي لي على مكناس وفاس الجديدة والقديمة والدار البيضاء. سلمي لي على أزلال، ما رأيت في المغرب أنظف من بلدية أزلال. أسأل الله أن يكرمكم، أسأل الله أن يملأ بيوتكم خيرا وبركة. سلمي لي على أحباب قلبي في وجدة. لا إله إلا الله. هذا اللي افتالك هذا أبو خليطة تاع المغرب، هاو أبو خليطة وصل المروك خلاص، أو جاكم التخلاط. حسبنا الله ونعم الوكيل. المغرب التي كانت علم على الفقه المالكي، المغرب التي أنشأت مدرسة خاصة بالفقه المالكي، فكان المالكية يقولون مدرسة الحجاز ومدرسة العراق ومدرسة مصر ومدرسة المغرب. ولا عندهم أبو خليطة يقول لها باللي تكرار العمرة في السنة الواحدة حرام، يعني هكذا حرام. من أين له أنها حرام؟ من أين جاء أنها حرام؟ أين قال رسول الله أن تكرار العمرة في السنة الواحدة حرام؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.